المكنة دي صاحبها ما كانش مصدق اللي حصل فيها. المكنة دي كانت جايه لنا بالمنظر ده زي ما انت شايف، مطفية كلها وما كانش فيها اي روح خالص، وطبعا ما كانش فيها ولا رفرف ولا عداد، والكشاف اللي قدام كان بالحالة اللي انتوا شايفينها دي. جاب لي المكنة دي وقال لي انا مش عايز اعرف المكنة دي بعد ما تخلص. وابتدينا فعلا جبنا لها طقم صاج كامل باللون الازرق المرايه اللي انت شايفه ده. طبعا الطقم ده لوحده بيكون مرايه بيفرق معاك في المكنه 180 درجه. مش بس كده، اتعمل له كمان طبقه حمايه بالكامل، وكمان عدلنا الشرايط بتاعته، وكمان حطينا له شغل الزراير اللي اتركب فوقه. هنا بقى احنا جهزنا طقم الصاج بالكامل، بقى جاهز على التركيب زي ما انت شايف كده. كده احنا خلصنا اول خطوه في الطقم، وهنبدا بقى نخرج للمكنه عشان نقفل النواكل بتاعتها. وهنا بقى كده احنا ركبنا دي للمكنه زي ما انت شايف كده، وطبعا المكنه كلها اتحلت عشان يتقفل فيها شغل الكهرباء والجرايات. وهنا بقى المكنه لما نروح رجعت لها تاني زي ما انت شايف كده. احنا حولنا المكنه 180 درجه من خردة لوحش زي ما انت شايف كده. طبعا انت كمان لو حابب تعمل مكانتك تقدر تيجي تنورنا عند ملك الفينش. عايزك تركز هنا في المكنه عشان فيها كام حاجه ناقصه محدش هياخد باله منها غير الناس اللي بتعشق المكنه. اللي خد باله منها يكتب لها لنا في الكومنتات. كمان هنا المكنه ركبنا لها العداد ال NFC، وده بيخليك تتحكم في المكنه كلها عن طريقه، كمان تقدر توصله على موبايلك. ودي كده النتيجة النهائية اللي بتوصل لها مكانتك لما بتيجي عند ملك الفينش. بيكون شكل العداد معاك، كمان الإضاءة بتاعته زرقاء مع طقم الصاج الأزرق المراية ده، طبعا بينقل المكنة معاك في حتة تانية خالص. وكمان ركبنا الاربع فليشرات الهارلي التعديل، وكمان عدلنا وش المكنه بالكامل، العداد النيكل بالشغل اللي عليه، وعلبه الباكن باللوف اللي عليها، كمان الاربع جرايات اللي راكبين في الوش، والتعديل البومه بتاع الكشاف اللي قدام. ولو هنلاحظ هنا احنا مخليين كل الاضاءه موحده بالازرق عشان خاطر تكون ماشيه مع المكنه. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في تعديل الشرايط بتاع المكنه الضايو. ريت الناس اللي بتطلب المكنه كتير ياخدوا بالهم من الثلاث كلمات اللي مكتوبين على التانك فوق: نو مفتاح، نو شحاته، نو 3. وطبعا تعديل علبة الكونتاك النيكل مع القطعة الزرقاء اللي راكبة عليها من فوق. لو هنلاحظ المكنة كلها واخدة تاتشات بالازرق كده بسيطة بس عشان خاطر تكمل بعض. وطبعا ده الكارت بتاع العداد ال NFC اللي من خلاله بتقدر تدور مكانتك زي ما انت شايف كده. كمان العداد ده هيخلينا نستغنى عن مفتاح المكنة نهائي. كمان تقدر تربطه على موبايلك ويظهر لك كل الاشعارات عليه، كمان من خلاله بتقدر تبطل المكنة. وزي ما انت شايف كده التعامل معاه بيكون بسيط جدا وكمان شيك جدا. وكمان ما تنساش تقول لنا ايه اكتر حاجة عجبتك في المكنة دي. وكمان ركبنا اللمبه اللي بتدي شعاع تحت المكنه زي ما انت شايف كده. كمان لو لاحظنا موتور المكنه هنلاقيه مطفي.